السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمتابعين الكرام. اليوم لدي لكم قصة، الجزء الثاني من قصة تحمل في ضياتها عبرة. لكن قبل تفاصيل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشعر كأنها كلمات تقال من رجل آلي تفتقر إلى إحساس وشعور، وحينما بدأ تشعر أن كل ما يقوم به من باب الواجب، وكل الكلام الذي يقوله محاط الكذب. بدأت تراه رجلا منافقا ومخادعا، وانتبه الشك أن الذي يمتلك قدرة كبيرة على الخداع أقرب الناس إليه ربما يعطي بكلماته على خيانة أخرى. فأصبحت تشك بكل ما يقوم ويفعل، ولكنها لن تستطيع الحاق به. ليلا لم تجد أمامها حلا سوى أن تستعين بصديقه الذي يلازمه بكل سهرات. وعندما أتى لزيارتهم كالمعتاد كي يرافق زوجها للسهر، واستغلت دخول زوجها الحمام، ثم هرولت لصديقه وقالت له: أرجوك ساعدني، فأنا أشعر أن زوجي يخونني، أريدك أن تكتشف حقيقته لي. اندهش صديقه وقال لها: على الرحب والسعة، فلن أسمح له بأن يدمر بيته لأجل امرأة لا تستحق. فلن يجد أفضل منك زوجة له وأما لأولاده. ثم أعطاه الرقم وطلب منها محادثته. ثم في يوم التالي عندما تسحن له فرصة لكي يخبرها أن حدث أمرا ما، وأمت رأسها بموافقة وابتسامة تمر وجهها، فقد كان واثقة أنه سيساعد. كونه زوجها وأمه يمدحانه كثيرا بأنه رجلا ذو أخلاق حسنة ولا يحب الخطأ. اتصلت به كما طلب منها فقال لها: إن شعورك صحيح، لكن يجب أن أقابلك بعد الساعة في مطعم كذا وكذا، ولكن لا يراك أي أحد. وقص لك ما حدث. وصلت حال الوقت المحدد، وجدته بانتظارها، وعندما مد يده لمصافحتها تفاجأ أنها اكتفت بإيمان رأسها، ثم أيقن حين بصدق زوجها عندما أخبره أنها لا تجالس رجلا ولا تصافحهم. فقد كانت تقدم له الضيافة بكل مرة وتعود لغرفتها، وما إن جلست ما حتى قال لها: نحن في طريقنا للمنزل صديقنا اتصل وزوجك بامرأة وحاول أن يتحدث بعيدا عني لكي لا أسمع كل ما يقول، لكن استطعت أن أسمع بعض كلمات بصدفة أنها تلك المرأة هي ذاتها أخت صديقنا. فقد لمحته يمسك يدها وهي تضحك له، ثم عاودت مسك يده باعتقادها أن لا أحد يراها، لكن أنا كنت أرى كل شيء. انهالت دموعها كزخات المطر، فحاول أن يمسك يدها لكي يهدئها من روعها. تسحبت يدها وزمرت بوجه قائلة: لست من النساء اللواتي يستسلمن لأي رجل يدعي مواساتهن. لو لم أكن مضطرة لما جلست معك. فحدثي فحديثي معك أكبر ذنب ارتكبته في حياتي. ثم عادت إلى منزلها وتركته مصعوقا من كلامها. فلم يرى امرأة بتلك العفة، كونه لم يتعرف إلا على شابهاته. لم تخبر أحدا لأنها لا تملك دليلا عليه، فالتزمت الصمت. ولكنها لم تكن تعرف بأن صديق زوجها كان يخطط أن يأتيها بدليل، ولأنه كان على علم مسبق بعلاقة زوجها بأخت صديقه. استغل المعرفة بتحركاته، ولم يمضي أسبوعان حتى اتصل بها وأخبرها أن تأتي برفقة أم زوجها لكي يرانيه جالسا معه. انطلقت كالبرق لنفس المطعم الذي رأته به، فرأت زوجها ملاصقا لتلك المرأة، ثم قابل يدها وأمسكها وهم يمنعان النظر بعين بعضهما، وكان لا أحد في المكان سواهما. وعندما رأت أمه ذلك المشهد وقعت أرضا، فانتبه لوجود زوجته وأمه، وما إن رآها ملقاة على الأرض حتى هرول إليها، ثم نقلها إلى المشفى مع زوجته. توفيت أمه بأزمة قلبية نتيجة الصدمة والحزن الذي شعرت به. فقد أيقنت أنها ستسخر زوجة ابنها لأنه كانت تعتبره أكثر من ابنة لها. لم يكتفي صديقه بذلك، بل أرسل لزوجته بضعة صور له مع تلك المرأة والمقطع فيديو مع امرأة أخرى كي يستخدمها ضده في قضية الطلاق.
وما إن تم الطلاق وأنهت شهور عدتها حتى ذهب صديقه لخطبتها وتأليف كذبة بأنه هو صاحب الخلق الذي كان يحاول ردع طليقها في كل خطأ يقوم به، وافقت على الارتباط به وتم الزواج. لكنه كان قد عرف النعمة التي خسرها صديقه وقرر أن يحافظ عليها وأنهى كل علاقاته السابقة، وأصبح لا يضيع يوما بدون أن يمضيه مع زوجته التي عشقها عشقا جعلها تعشقه أضعافا. وبقي صديقه السابق وحيدا مكتئبا من كل الصدمات متتا- متتالية التي تعرض لها. هنا تنتهي هذه القصة، نتمنى أن تنال إعجابكم. إلى